السلام عليكم. يلا بينا النهاردة مع بعض نعمل تتبيلة الفراخ الخطيرة اللي بتخلي الفراخ كأنها جايبينها من بره مشوية وحلوة وطرية. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ادي دول 4 حبات من الطماطم كبار، وقرن فلفل حامي كبير، وادي دي بصلاية كبيرة برضو قشرناها وقطعناهم بالشكل ده. طبعا تغسلي المكونات دي كويس قوي وبعدين تقطعيها عشان نساعد الخلاط ان هو يضرب بسهولة. تمام كده. طيب، وادي دي نص كوباية مية او ربع كوباية مية. احنا بس يدوبك عايزين بس الخلاط ان احنا نساعده ان هو يضرب. يلا بينا نضرب بقى كل المكونات دي بالمية في الخلاط ونرجع لكم. وادي اهي بعد ما ضربتها، شايفين عاملة ازاي؟ شايفين اللي هو تقيلة معايا عشان احنا حاطين يدوبك نص كوباية من المية. طيب هنزل عليها بمعلقتين زيت كبار. تمام، ادي دي كمية حلوة قوي. ونزلت عليها كمان بمعلقتين صلصة كبار، ودي صلصة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. تمام كده. طيب ما عنديش صلصة، خلاص يبقى مش هنحطها في الشغل بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هي الخلطة دي. وممكن تبدليها ببابريكا عندك اللي هي الشطة الحلوة اللي هي الغامقة. تمام كده. وهنزل كمان بمعلقة من التوم اللي هو شايفين معلقه كبيره على يعني معلقه صغيره. تمام كده، معلقه من الثوم. وهننزل كمان بمعلقه من البهارات اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. ولو ما شفتيش الفيديو ممكن تحطي توم باودر وبصل باودر وكمون وملح وبهارات، وتحطي كزبره ناشفه اللي هو تحبشيها وشطه. كل الحاجات البهارات اللي عندك تعملي منها خلطه حلوه كده، وتحطي منها معلقه كبيره كده على الخلطه بتاعتك. والبهارات دي طبعا على ذوقك. وادي نص معلقه من ملح بشطه بكمون، ودي برضو احنا خلطه كنا عاملينها مع بعض. وكمان هنحط نص معلقه من الكركم، شايفين اهي نص معلقه. ولو عندك هريسه اللي هو اللي انتي مجهزاها عندك في التلاجة، عندك منها حطي نص معلقه، ما عندكيش يبقى مش مشكله هنستبعدها. بس دي طبعا بتخلي عندي التتبيله مشطشطه وحلوه ولذيذه. وادي بعد كل المكونات اللي انا حطيتها دي هبدأ اعصر الليمونة دي مجهزاها معايا، نعصرها على المكونات وبعدين نقلب كل المكونات بتاعتنا سوا. وادي اهو بعد ما قلبتها نزلت بمعلقة من الملح الابيض، وبعدين برضو هقلبها كويس قوي. وكمان نزلت عليها بفص مرقة دجاج، وده اختياري يعني عندك حطي، ما عندكيش يبقى مفيش مشكلة. ودي الخلطه بتاعتي اهي بعد ما قلبتها كويس قوي مع بعض. تمام، شايفين اهم حاجه في المكونات دي كلها الزيت، لان الزيت هيخلي عندي الفراخ بتاعتي رطبه وطريه وحلوه. تمام كده. طيب نقلب المكونات دي كويس، وانا حطيتها في علبه تلاجة عشان هشيلها في الفريزر. تمام كده، اللي هو ممكن تخزنيها لسنة وتفضل معاكي في اي وقت تحبي تتبلي حاجة تطلعيها تفك، وبعدين تتبلي الفراخ بتاعتك وبعدين ترجعيها الفريزر تاني. تمام كده. وكمان هنزل على التتبيلة بتاعتي بمعلقة من الخل. تمام كده. كده الخلطة بتاعتي التتبيلة بتاعتي خلصت وجاهزة ان انا اتبل بيها. تمام كده. وادي اهو بعد ما تبلت الفراخ، طبعا تغسلي الفراخ كويس قوي وتكوني مظبطاها وتقطعيها بالطريقه اللي انت تحبيها. وبعدين شايفين يعني مثلا الدبوس انا بقطع يعني بشرحه من هنا ومن هنا، ومن الناحيه التانية برضو بفتحه من هنا ومن هنا عشان خاطر التتبيله تتوغل جواه. طبعا التتبيله دي انا ببيت الفراخ لما ببقى هشويها بتبلها قبلها بيوم وبدخلها التلاجة. طيب لو احنا مستعجلين عليها ممكن نتبلها قبلها بساعتين وندخلها برضو التلاجة، مفيش مشاكل. بس طبعا الافضل ان احنا نبيتها في التتبيلة الخطيرة دي عشان بتبقى شاربة منها وبتبقى حلوة قوي. وادي بقى التتبيلة بتاعتي لازم اغطيها وادخلها الفريزر بتاعي. تمام كده. بس اهم حاجة اوعي تدخليها التلاجة، لازم الفريزر. وادي اهي بعد ما خرجتها من التلاجة حطيتها في صينية، ويلا بينا ندخلها الفرن. وحطيتها فوق الرز، شايفين شكلها عامل ازاي، شايفين السوا عامل ازاي، اللي هي مستوية ودايبة معايا، اللي هو اخدت ساعة ونص في الفرن على نار هادية وزي الفل. تمام كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.